بسم الله الرحمن الرحيم. في الأيام دي بنعيش الاعتداء المتكرر كل سنة الإسرائيلي على قطاع غزة. إسرائيل بتعمل في حكومة يمينية متطرفة لأول مرة من فترة جامدة جدا كبيرة. تيجي حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تكون متطرفة، تقتحم باحات المسجد الأقصى والمقاومة ترد من غزة. المهم في اعتداءات سافرة، في قتل للفلسطينيين، في هجمات متبادلة بيبقى ليها دوافعها. أول الدوافع بتاعتها هو استهلاك الأسلحة الموجودة لدى المقاومة. 2، تصدير إسرائيل للمشاكل الأمنية على المشاكل السياسية اللي موجودة مع حكومة بنيامين نتنياهو والتي تتزامنت مع احتجاجات إسرائيلية لم تشهدها إسرائيل من فترات بخصوص المحكمة العليا وتبعية قضاة المحكمة العليا للكنيست. المهم ده يقودنا إلى شيء مهم: تسليح الجيش المصري، قوة الجيش المصري. هل الجيش المصري قادر على ردع أي عدوان على الأراضي المصرية؟ هو ده محور الكلمتين اللي احنا عايزين نقوله. تعالى في الأول بس نشوف الجيش المصري في 2020 كان يحتل القوة ال9 عالميا، 9 أقوى قوة عسكرية في العالم، متفوقا على إسرائيل وإيران وتركيا في الشرق الأوسط، والأولى عربيا وإفريقيا. رغم أن مصر ليس عضو في مجموعة ال20 كأقوى اقتصاديات العالم. ميزانية الجيش المصري في 2020 كانت 11 مليار و200 مليون دولار. تراجع في فترات معينة. كان في 2005 القوة ال22، شوف التصاعد في القوة العسكرية المصرية. في 2012 كان القوة ال14 على مستوى العالم، لغاية ما وصل للقوة ال9 عالمية. في التوقيت ده في 2005 و2007 كانت إسرائيل من ضمن 10 أقوى جيوش في العالم. فلما تيجي تتكلم على القوة العسكرية المصرية، خليك فاكر الكلام ده، خليك فاكر ان انت بتملك اكبر شبكة دفاع جوي معقدة في العالم باعتراف خبراء عسكريين في الناتو وبره الناتو. خلي بالك انت بتنتج احدث طيارة موجودة في احدث دبابة موجودة في العالم. الصناعات العسكرية الكثيفة ومصادر تنويع السلاح في مصر مصادر متنوعة وفق الاستراتيجية العسكرية المصرية. الموضوع الثاني، كان في تسريح صحفي وركزوا للحته دي. قالوا الاستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي للتجمع السوداني قال ايه؟ قال ان المنطقه اللي مبنى عليها سد النهضه، بني شنقور، ارض سودانيه اعطت لاثيوبيا بموجب اتفاق ما بين اثيوبيا والسودان وبريطانيا بصفتها قوه احتلال، وده حقيقه. كان في شرط مهم جدا عشان يتم عمليه نقل السياده لاثيوبيا، وهي عدم بناء اي سدود على المنطقه دي بني شقير الا بموافقه الحكومه السودانيه او موافقه بريطانيا، اسف. يعني المنطقه بني شنقور اللي اعطيت بموجب الاتفاق الانجليزي الاثيوبي السوداني كان فيها شرط مهم جدا 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 جدا، ان اثيوبيا لا تشرع في بناء سدود الا بموافقه بريطانيا والسودان. اثيوبيا انتهكت الكلام ده كله، وبعد ما انتهكت الكلام ده كله رئيس مجلس السياده السوداني استقبل رئيس الوزراء الاثيوبي بمنتهى الارتياحيه، عشان بس نعي تماما احنا فين. ضل نقطتين مهمين: تسليح الجيش المصري وازمه سد النهضه. في عمل اجتماعي تم جميل بديع ينم عن عقليه مستنيره. حفله لحفظه القران الكريم تم الدعوة ليها من ديوان عائلة السرارجة، ضمت شباب الجرف والمطاوعة، ودي
الصورة من الحفل وإبداعاته. وده مقطع فيديو للحفل الكريم. بينتهوا على اسماء الناس المتفوقة. كلام جميل، كلام بديع، عمل اجتماعي منظم شارك فيه نخبة من أبناء البلد، احتضنته إخواننا السرارجة ربنا يحفظهم. الأخ محمد عرفان عبد الفهيم، الحاج محمد عرفان عبد الفهيم، أستاذ عزام عبد الرحيم، أستاذ خالد صلاح. الأستاذ خالد صلاح ده حدوتة مصرية بجد والله. الأستاذ علي حسن البرعي، الأستاذ أشرف أنس عبد الحميد، كوكبة، واللي ما ذكرش اسمه أكيد موجود كجندي مجهول في هذا العمل العظيم البديع الاجتماعي اللي يبرز لحمة الناس بتفكر في فكر جديد بعيد عن الانتهازية السياسية وبعيد عن أي شيء. كل التحية والإجلال والتقدير للشباب العظيم اللي فكر وأبدع واستدعى وكرم وشارك، واللي احنا ما ذكرناهوش على راسنا وموجودين. كل التحية لكل السرارجة وكل من ذكر اسمه من الحاج محمد عرفان والأستاذ خالد صلاح والأستاذ علي حسن والأستاذ أشرف عبد الحميد، الأستاذ أشرف أنس عبد الحميد. كل التحية والإجلال والتقدير. في ملف تاني للمجتمع المدني، جمعية أحباب الخير تتألق بصورة مبدعة. شوف الجمال وشوف الوجبات، شوف الجمال وشوف الوجبات. تحس ان انت في فندق 5 ستار بنكران ذات. ابداع وتكريم لسيادنا وهم رايحين يفطروا. كل التحية والتقدير لجمعية أحباب الخير وللجندي المجهول الذي يكرر في كل مرة، بابا نصر. بيشتغل في صمت، يعمل في صمت ويعمل بإبداع. شكرا وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا لجمعية أحباب الخير، وشكرا للسرارجة، عائلة السرارجة الكرام ومن ذكروا. شكرا للأستاذ محمد عرفان عبد الفهيم، شكرا للأستاذ خالد صلاح، شكرا للأستاذ علي حسن، شكرا لكل الناس اللي حضرت، شكرا لهذا العمل البديع، شكرا 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 لبابا نصر. والسلام عليكم ورحمة الله.